سؤال كده بيتقال في الانترفيوز طول الوقت. انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ كل ما تروح تقابل انفستر يقول لك انت شايف شازلونج فين بعد 5 سنين؟ في الحقيقه انا بشوف انه لو انت جاوبت على السؤال ده يبقى انت اصلا ما عندكش طموح كفايه. يعني انا بالنسبه لي من سنه هل كنت شايف شازلونج النهارده؟ لا. فهم بيسالوني دلوقتي يقولوا لي هو شازلونج هيبقى فين السنه الجايه؟ الحقيقه معرفش، بس اللي ممكن اقوله لكم احنا بنحلم بايه دلوقتي. اللي احنا بنحلم بيه دلوقتي انه اللي احنا بنقدمه في شازلونج is enhancing people's life. ولما بصينا حسينا ان افريقيا مظلومه تماما في الموضوع ده، فعشان كده رحنا فتحنا مكتب في جنوب افريقيا، وهنفتح مكاتب تانية في افريقيا، وهيبقى عندنا توسع كبير في افريقيا. ليه؟ علشان احنا حاسين اللي احنا بنعمله ده هيخلق مجتمعات عندها ريزيلينس اعلى. وزي ما اتكلمنا عن افريقيا قوي، كمان بنتكلم على الوطن العربي، فكمان هيبقى عندنا ريجنال اوفيسز في بلدان عربيه اخرى، يمكن على راسهم المملكه العربيه السعوديه. ليه؟ علشان المجتمع العربي والمجتمع الافريقي هم دول المجتمعين اللي احنا مهتمين بشكل كبير ان احنا نخدمهم. كمان النهارده في فقر شديد في استخدام التكنولوجيا فيما يخص العلاج النفسي، فواحده من الاسبكتس اللي احنا هنركز عليها خلال المرحله الجايه ان ازاي التكنولوجيا تلعب دور كبير في تسهيل تقديم خدمات الدعم النفسي لاي حد محتاجها. الهدف الاسمى اللي احنا شغالين عليه كل يوم ان ازاي ثيرابي يبقى اكسسبل للناس في اي وقت من اي مكان وبالسعر اللي يقدروا يدفعوه.